الحارس سامي النفزي. تسدد كرة مخالفة، أكرم معتوق والهدف الأول. الهدف الأول للملعب التونسي عن طريق أكرم معتوق في 20 دقيقة لعب. بعد هذه المخالفة والتسديدة أكرم معتوق يستغل البهتة في دفاع النادي الإفريقي ويحقق الهدف الأول، وفرحة كبيرة من جانب أحباء الملعب التونسي ومن جانب لاعبي الملعب التونسي بعد هدف أكرم معتوق. إعادة لهذه المخالفة والتسديدة القوية، تمر الكرة مباشرة وبالتسديدة بالساق اليسار أرضية. إعادة مرة أخرى لهدف الملعب التونسي إفريقي، وزهير الذوادي في التنفيذ اختار القائم الثاني، خروج رامي الشريدي وهدف التعادل. هدف التعادل لصالح النادي الإفريقي، هدف التعادل. يبدو أن وسام بن يحيى كان في المتابعة في 32 دقيقة لعب. وسام بن يحيى يعدل النتيجة في 32 دقيقة لعب. متابعة في الكرة الثانية، قلت اختار هذه المرة القائم الثاني، خروج في هذه المرة خاطئ. والمتابعة رغم المتابعة من سيف الله حسني قائد فريق الملعب التونسي، لكن تمكن قائد فريق النادي الافريقي وسام بن يحيى من تعديل النتيجة. واحد وسام بن يحيى، كريم العواضي يسدد والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح النادي الافريقي في هذه المرة. كريم العواضي في 38 دقيقة لعب، تسديدة حل مرة أخرى، تسديدة لكن فما مدافع لمس الكرة والكرة تغير الاتجاه متاعها، وكريم العواضي بتسديدة قوية باغت دفاع الملعب التونسي وباغت الحارس رغم المتابعة. تشاهدوا الإعادة، إعادة لاحظوا في قلت التسديدات، تعدت كريم العواضي تسديدة قوية وسيف الله حسني هو اللي يلمس الكرة وغير الاتجاه بتاعها، لكن التسديدة كانت لكريم العواضي والهدف يحتسب لك.